السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة سعيدة عليكم يا رب. معاكم مستر محمد رمضان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم عن أول درس في التاريخ، مصر بين المماليك والعثمانيين. اتكلمنا قبل كده عن المماليك، عرفنا إن المماليك حكموا مصر وسيطروا عليها. طب مين هم المماليك كده؟ أفكرك بسرعة. هم غلمان كان يتم جلبهم من الأسواق ويشتريهم السلاطين، تمام؟ وبعد كده يدخلوهم مدارس خاصة ويعلموهم الفروسية والقتال. فضلوا يجيبوا المماليك دول من الأسواق والكلام ده كله لغاية ما مسكوا حكم مين؟ مصر. طيب، دولة المماليك في مصر، كان موقع دولة المماليك أو سيطرة دولة المماليك على مصر والشام والحجاز وساحل إفريقيا الشرقي المطل على البحر الأحمر. دي كانت المناطق اللي سيطرت عليها دولة المماليك. طيب، لما يجي يقول لي بما تفسر التدهور الاقتصادي لدولة المماليك، طب أنا قبل ما أتكلم على التدهور الاقتصادي، هو إيه أحوال المماليك في مصر الأول؟ المماليك كانت دولة مزدهرة جدا، كانت دولة مزدهرة اقتصاديا. إيه اللي حصل؟ طب هي كانت ليه مزدهرة أصلا؟ كانت مزدهرة لأنها كانت تسيطر على طرق التجارة. طرق التجارة اللي ما بين الشرق والغرب كانت بتسيطر عليها. ما حدش بيجي من أوروبا ويروح الشرق إلا اللي لازم يعدي على مين؟ على مصر. فكان طبعا بيدفع فلوس. فكان المماليك مسيطرين على طرق التجارة بين الشرق والغرب. بس للأسف حصلت حاجة، جم جماعة اسمهم البرتغال اكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. الطريق ده ما بيعديش من مصر، الطريق ده بيدور حول قارة إفريقيا. بيبدأ هنا من البرتغال ويمشي يمشي 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 يدور حول قارة إفريقيا لغاية ما يوصل للهند. طب هو الطريق ده يعني كويس؟ هو طبعا طريق صعب ومليان مخاطر، بس ما كانش بيعدي على أي دولة، أو السفن اللي ماشية ما بتعديش على أي دولة، فبالتالي ما بتدفعش فلوس. طبعا تأثرت دولة المماليك اقتصاديا بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498. قلنا مين اللي اكتشف الطريق؟ هم البرتغال. طيب، تسكت المماليك؟ لا طبعا، فتقوم تحارب البرتغال. بس للأسف المماليك أي معركة كانت بتخشها في الوقت ده كانت بتنهزم. فتحطم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1509. فده كمان أثر هو كمان على على التدهور الاقتصادي. يبقى لما أجي أقول لك بما تفسر التدهور الاقتصادي لدولة المماليك بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498، وده أول تاريخ هنبدأ بيه المنهج. تاني حاجة، تحطم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1509. غير التدهور الاقتصادي، تعرضت المماليك لأزمات سياسية. حاجة تانية بقى داخل الدولة أدت إلى ضعف الدولة المملوكية. إيه الأزمات الاقتصادية إيه الأزمات السياسية اللي تعرضت لها دولة المماليك؟ أول حاجة اضطراب الأمن، مفيش أمن في البلد. تاني حاجة الصراع المستمر بين المماليك. المماليك بيتخانقوا مع بعض. المماليك كانوا على طول في صراع مع بعضهم علشان يحكموا البلد. مين اللي يحكم البلد فيهم؟ ما كانوش متفقين مع بعض على طول، فكان دايما في صراع بين المماليك. بعد كده كثرة الفتن والثورات الداخلية. كل ده أدى إلى ضعف القوة العسكرية للمماليك. فدي ببساطة جدا دولة المماليك فين؟ في مصر. نتكلم على دولة تانية
اسمها الدولة الصفوية. دولة كده في النص كده، يعني هتسيطر عليها الدولة العثمانية، بس لازم نقولها. الدولة الصفوية هي دولة اسمها إيران. هي حاليا مين؟ إيران أو بلاد الفرس قديما. عاصمتها تبريز. عاصمتها واحفظ معايا هي مين؟ تبريز. نتكلم بقى عن الدولة العثمانية. الدولة العثمانية اللي هي سيطرت على الأناضول والبلقان زمان وعملت دولة اسمها الدولة العثمانية. جه سلطان فيهم اسمه السلطان سليم الأول. السلطان سليم الأول ده مسك الحكم أو بقى سلطان الدولة العثمانية، وأنا بقول عليه سلطان طماع، عايز يسيطر على كل حاجة، عايز يسيطر على كل اللي حواليه. فمع بداية القرن ال16 اتجه السلطان سليم الأول في توسعاته نحو الشرق. مين الشرق؟ اللي هي مصر وبلاد الشام. فأول ما ابتدى اصطدم بمين؟ اصطدم بالدولة الصفوية. تعال بص كده معايا. أنا عندي هنا دي الدولة العثمانية. أول ما اصطدم سليم الأول اصطدم بالدولة الصفوية، وبعد كده راح داخل على مين؟ على المماليك. تمام؟ الدولة الصفوية اصطدم بهم وهزمهم في معركة اسمها معركة جلديران. معركة جلديران كانت بين السلطان سليم الأول والدولة الصفوية. ما نتيجة المعركة؟ هزيمة الصفويين ودخل عاصمتهم تبريز. يبقى السلطان الأول انتصر على الصفويين ودخل عاصمتهم تبريز. بعد معركة طبعا جلديران عام 1514. كده مش هيبقى قدامه غير مين؟ غير المماليك أو الدولة المملوكية. تعال بقى نحكي الحكاية من الأول تاني. أنا عايز أسألك سؤال. هو الدولة العثمانية دي موقعها فين؟ الدولة العثمانية دي هي معظمها يقع في قارة أوروبا. فطب يا مستر، طب ما هو الأولى إن هو كان يروح أوروبا. إيه اللي خلاه يتجه بتوسعاته نحو الشرق؟ لما أجي أسأل سؤال بما تفسر اتجاه العثمانيين إلى الشام ومصر، هو عايز يقول لك يعني هو ليه ما اتجهش لأوروبا؟ واشمعنى اتجه للشام ومصر؟ بسبب أدرك سليم الأول خطورة التوجه إلى أوروبا. سليم الأول كان عارف إن أوروبا دولة متفوقة حضاريا واقتصاديا وعسكريا، فما ينفعش إن أنا أواجهها. يبقى لما يجي يقول لي ليه اتجه العثمانيين إلى الشام ومصر؟ بسبب إدراك سليم الأول خطورة التوسع في أوروبا. طب ممكن يسألني سؤال بقى لوحده منفصل. تعالى كده، هو ليه ما اتجهش لأوروبا بالذات؟ بسبب تفوقها حضاريا وعسكريا على العثمانيين. تاني حاجة، رغبة سليم الأول في توسيع ممتلكات الدولة العثمانية. قلنا على سليم الأول هو طماع، عايز يسيطر على كل اللي حواليه. فكده احنا اتكلمنا على 3 دول. الدولة المملوكية اللي هي حكمت مصر والشام، اتكلمنا عن الدولة الصفوية، اتكلمنا عن الدولة العثمانية. نبتدي بقى السيطرة. استيلاء العثمانيين على الشام ومصر. يبقى هنتكلم على استيلاء العثمانيين على الشام ومصر. أول حاجة عملها السلطان العثماني سليم الأول، بادر بالاستيلاء على إمارة، على مدينة كانت واقعة بين حدود الدولتين، بين حدود الدولة المماليك وحدود الدولة العثمانية. جميل. فخرج السلطان
سليم الأول وسيطر على إمارة ذي القادر. يبقى الإمارة اللي كانت واقعة بين حدود الدولتين هي إمارة ذي القادر. جميل. طب هيسكت السلطان بتاع المماليك. مين السلطان بتاع المماليك؟ السلطان الغوري. فخرج السلطان الغوري أو قنصوة الغوري من مصر إلى الشام. خلي بالك هيجي لك سؤال يقول لك خرج السلطان الغوري منين؟ من مصر إلى إيه؟ الشام. هو كان ساعتها موجود في مصر، ما كانش قاعد في الشام. فخرج من مصر إلى الشام ودارت معركة اسمها معركة مرج دابك، وكانت أول معركة بين المماليك والعثمانيين. ونتفق اتفاق إن أي معركة هتعملها المماليك نتائجها على طول هزيمة الممالك. معركة مرج دابك عام 1516 حدثت بين السلطان الغوري والسلطان سليم الأول. نتيجة المعركة زي ما اتفقنا انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك. تاني حاجة أصبحت الشام ولاية عثمانية. الشام كده خلاص بقت مع الدولة الإيه؟ العثمانية. طب نسأل سؤال، هل انتهت دولة المماليك بعد معركة مرج دابك؟ لا طبعا لم تنتهي دولة المماليك، لأن هي لسه مسيطرة على مين؟ على مصر. مسيطرة على مين؟ لسه المماليك قاعدين فين؟ في مصر. فكمل السلطان سليم الأول لغاية ما راح مصر، وحصلت معركة بين المماليك والعثمانيين اسمها معركة الريدانية عام 1517. افتكر كده معايا في مرج دابك كانت بين السلطان الغوري والسلطان سليم الأول. طب معركة الريدانية كانت بين مين ومين؟ بين سليم الأول والوالي المملوكي طومان بي. طومان ايه؟ بي. ما نتيجة المعركة زي ما اتفقنا؟ هزيمة المماليك ودخول العثمانيين مدينة القاهرة. هنا بقى أقدر أقول لك إن أصبحت القاهرة أو أصبحت مصر خلاص ولاية عثمانية، وانتهاء دولة المماليك. انتهى المماليك. انتهاء دولة مين؟ المماليك. خلاص ما بقاش في دولة اسمها الدولة المملوكية تاني. طب تعالى كده، هو ليه كل شوية المماليك بينهزموا؟ وليه يا مصر انت عمال تقول لي اي حاجة المماليك يبقى هزيمة المماليك؟ بما تفسر هزيمة المماليك امام الجيش العثماني بسبب التفوق العسكري للجيش العثماني. بالبلدي كده ان الجيش العثماني بيستخدم اسلحة متطورة، بيستخدم مدافع، بيستخدم الحاجات دي، انما المماليك كانوا بيستخدموا الفروسية والخيول والسيوف والحاجات دي. فطبعا الجيش العثماني يكسب. يبقى التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام الأسلحة المتطورة وعدم الاستقرار الداخلي للمماليك والنزاع المستمر على على السلطة. كل ده يضعف الدولة. يبقى نقول تاني، هزيمة المماليك أمام الجيش العثماني بسبب التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام الأسلحة المتطورة، عدم الاستقرار الداخلي للمماليك والنزاع المستمر على السلطة. ما نتيجة هزيمة المماليك أمام العثمانيين؟ بعد ما المماليك انهزموا والدولة العثمانية سيطرت على البلاد بتاعتهم، تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. هو يعني إيه دولة ويعني إيه ولاية؟ كلمة دولة
هي ليها سيادتها، ليها قراراتها المستقلة بنفسها، بتحكم نفسها بنفسها. إنما كلمة ولاية هي تابعة لدولة أخرى، فإحنا أصبحنا ولاية عثمانية، أصبحنا تبع الدولة العثمانية. ما ينفعش إن إحنا ناخد أي قرار من نفسنا، لازم نسمع كلام الدولة الإيه؟ العثمانية. عشان كده بقول لك تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. تاني حاجة من نتائج هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين انتقال خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. مين اللي كان معاه الزعامة دلوقتي؟ السلطان سليم الأول. مين اللي كان معاه الخلافة؟ السلطان سليم الأول. أصبح سليم الأول هو حامي العالم الإسلامي والحرمين الشريفين، هو خلاص اللي مسيطر على كل ده، هو اللي حاميهم. وسيطر العثمانيين على العالم العربي من الاتجاهين، من الاتجاه الآسيوي والاتجاه الإفريقي. طيب تعال نشوف كده ملامح الحكم العثماني. العثمانيين حكموا مصر ازاي؟ ايه الهيئات اللي حكموا بيها مصر؟ طب نظامهم في الحكم كان عامل ايه؟ خلي بالك ان كان حكم العثمانيين حكما جامدا، حكما راكدا. اللي انت بتقوله ده ايه حكما جامدا وحكما راكدا؟ وايه يعني ايه حكما راكدا؟ يعني مفيش اي تطور في اي حاجه. العثمانيين كان كل همهم ان هم يجمعوا الفلوس من الولايات اللي هم مسيطرين عليها ويبعتوها للدوله العثمانيه فوق، للسلطان العثماني. فلما اجي اقول لك كان حكمهم حكم جامدا. طب ما نتيجه جمود حكم العثمانيين لمصر؟ تحولت مصر من ولاية، أو تحول مصر إلى ولاية بعيدة تماما عن المؤثرات الحضارية الحديثة في أوروبا. أصبحنا في عزلة، مفيش أي تطور، مفيش أي جديد، مفيش أي حاجة بتحصل. بعدنا تماما عن أي حاجة جديدة أو أي تطور جديد. الحياة السياسية للعثمانيين، أول حاجة طبعا كان عندي الوالي، بعد كده الديوان، بعد كده الحامية العثمانية. يعني إيه حامية عثمانية؟ يعني مجموعة من الفرق العسكرية بتحمي البلد. وإدارة الأقاليم. نقول تاني، يبقى الحياة السياسية، مين الهيئات الحكم اللي عندي؟ كان عندي والي، تحت الوالي ديوان. مين الديوان دول؟ مجموعة من الناس كده بتشارك الوالي في الحكم. بعد كده الحامية العثمانية، بعد كده إدارة الأقاليم. إيه إدارة الأقاليم دي؟ اللي هي المحافظات. مين اللي مسكها؟ هنا بقى غلطت الدولة العثمانية غلط كبير جدا، لأنها ادت إدارة الأقاليم للمماليك. يا مستر هو مش يعني مش المماليك دول انتهوا؟ هي انتهوا كدولة بس ما انتهوش كأفراد. طب هم ليه ادوا العثمانيين للمماليك إدارة الأقاليم؟ لأن المماليك كان على خبرة بإدارة الأقاليم، كانوا عارفين الأقاليم دي نظامها إيه وبتمشي إزاي. فترك العثمانيين للمماليك إدارة الأقاليم، بس هتيجي على دماغهم في الآخر. اسمع بقى معايا كده. بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني، حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في داخله، نظام الحكم العثماني ده حمل في داخله عوامل ضعفه. فاهم السؤال؟ أنا عندي تفهم السؤال بس قبل ما نجاوب.
حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه. يعني النظام اللي مشيت بيه الدولة العثمانية هو اللي أضعفها. طب ليه؟ أول حاجة بسبب قصر مدة حكم الوالي. الوالي كان بيجي يتولى الحكم من سنة إلى 3 سنوات. يعني ممكن يقعد، يعني هو مش شرط سنة ل3 بالظبط، لا هو يا سنة يا 2 يا آخره خالص 3. فدي مدة قصيرة، فخلت أي والي يجي كل همه يجمع الأموال علشان طبعا يدفع اللي عليه للسلطان وياخد هو الباقي ويهمل شؤون البلاد. فأول حاجة قصر مدة حكم الوالي اللي تتراوح بين سنة و3 سنوات. زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. يعني ايه زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية؟ الناس دي كانت بتتدخل في شؤون الحكم مع الوالي، كانت بتراقب الوالي وتروح تقول للسلطان هو بيعمل ايه. فكانوا بيتدخلوا في شؤون الحكم وده كان غلط. فكل ده أضعف الدولة العثمانية. لغاية ما تحصل حركة اسمها حركة علي بك الكبير أو حركة استقلالية. بص معايا، الدولة العثمانية عاشت مثلا 150 سنة في مصر. في البداية كانت دولة قوية جدا. طب هو يعني 150 سنة، هو لسه في تاني؟ الدولة العثمانية يا جماعة حكمت مصر فوق ال 500 سنة. كانت أول 150 سنة ليها دولة قوية ومسيطرة على البلد والدنيا زي الفل. بعد كده ابتدت تضعف الدولة العثمانية. فلما ضعفت الدولة العثمانية جه واحد من المماليك اسمه علي بك الكبير. ايه ده؟ المماليك اللي كانوا ماسكين حكم الأقاليم. طلع واحد منهم اسمه علي بك الكبير واستقل بمصر وأعلن نفسه الحاكم الفعلي لمصر. أعلن علي بك الكبير استقلاله بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي عام 1768. قال لهم يا جماعة أنا الحاكم في مصر. طب ما حدش تصدى ليه، ما حدش اتكلم، ما حصلش أي حاجة. ده طبعا من ضعف الدولة العثمانية. عمل إيه بقى الراجل ده؟ قام بالتحالف مع الشيخ ظاهر العمر. عايز يكون بقى علاقات عشان الناس تسنده مع الدول التانية. قام بالتحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. أخضع الحجاز لنفوذه. أرسل نائبه محمد بك أبو الدهب. ده نائب نائب علي بك الكبير، المساعد بتاعه. هو خلاص راح سيطر أو راح عمل علاقات مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام. تمام؟ أخضع الحجاز لنفوذه. طيب فاضل مين يا جماعة؟ فاضل بلاد الشام أو شمال الشام. فأرسل نائبه محمد بك أبو الدهب علشان يغزو الشام بقى ويسيطر عليها كلها. وفعلا استطاع محمد بك أبو الدهب دخول دمشق. بس للأسف فشلت حركة علي بك الكبير. ليه؟ علي بك الكبير لما راح ودخل دمشق وسيطر على الشام خلاص، فبعت له السلطان العثماني علشان يغريه بالمال، علشان يتخلى عن مين؟ عن علي بك الكبير. السلطان العثماني جاب محمد أبو الدهب وأغراه بالمال والكلام ده كله، وراح محمد أبو الدهب ما صدق وراح بايع علي بك الكبير وانحاز للسلطان العثماني. فلما يجي يقول لك بما تفسر فشل حركة علي بك الكبير،
لأن محمد بك أبو الدهب انحاز للسلطان العثماني واتفق معه ضد علي بك الكبير. باظت الحركة، باظت الحركة خلاص، فشلت الحركة علي بك الكبير. ما نتيجة فشل الحركة عادت مصر ولاية عثمانية مرة أخرى تحت حماية مين؟ شيخ البلد محمد بك أبو الدهب. شيخ البلد ده منصب من المناصب المهمة أو منصب من المناصب الكبيرة في الدولة. نتكلم عن الحياة الاقتصادية أيام بقى الدولة العثمانية. الزراعة، طبعا لما أقول لك اقتصاد يعني زراعة وصناعة وتجارة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده كل حاجة تدهورت أيام الدولة العثمانية. زراعة تدهورت، صناعة تدهورت، تجارة تدهورت. نمسك الزراعة. الدولة العثمانية طبقت حاجة في الزراعة اسمها حق الانتفاع أو نظام اسمه نظام الانتفاع. عادي أنا ممكن يقول لي نظام أو حق عشان لو جات لي في الامتحان. حق الانتفاع هو نظام يجعل الأرض ملكا للدولة. الأرض اللي الفلاح بيشتغل فيها دي هو ملكا لمين؟ للدولة. تمام؟ ويتم تكليف الفلاح بزراعتها وليس له حق التصرف فيها. يعني هو بيشقى ويتعب في أرض هي مش بتاعته، دي بتاعت الدولة. فطبعا غاب ارتباط الفلاح بالأرض، ما بقاش فيه علاقة حب ما بينه وما بين الأرض، علاقة ارتباط ما بينه وما بين الأرض. فالفلاح حس إن هو يعني بيزرع في حاجة هي مش هتبقى ليه بعد كده. فحق الانتفاع هو حق يجعل الأرض ملكا للدولة ويتم تكليف الفلاح بزراعتها وليس له حق التصرف فيها. فرضت الدولة العثمانية نظام برضه في الزراعة اسمه نظام الالتزام. هفهمك نظام الالتزام ده. أول حاجة الدولة العثمانية لما كانت قوية في أول 150 سنة ليها كان الفلاح بيروح يدفع الضرائب بتاعته تلقائي كده لمين؟ للدولة، بيدفع الضرائب بتاعته في الدواوين. لما ضعفت الدولة العثمانية وما قدرتش ان هي تسيطر على الناس يجوا يدفعوا لها الضرائب، فعملوا ايه؟ فرضوا نظام اسمه نظام الالتزام. ليه طبقته الدولة العثمانية؟ طبقته بسبب ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17. نظام الالتزام ده ان الدولة العثمانية تشوف واحد كده من كل منطقة هو اللي يتولى جمع الضرائب، او مثلا والله المنطقة دي مثلا فيها مثلا شوية أراضي، الأراضي دول عليهم مثلا ضرائب بقد كده، فيروح الملتزم ده من معاه يدفع الضرائب بتوع المنطقة بتاعته. جميل؟ ويروح بعد كده خلاص كده الحكومة خدت حقها الضرائب بتاعتها. هو بقى الملتزم ده يروح يجمع الضرائب بتاعته دي من مين؟ او الفلوس اللي دفعها من مين؟ من الفلاح. بس هل بقى بيجمعها بالعدل زي ما هو دفع؟ لا طبعا. عانى الفلاح من ظلم الملتزمين، عانى الفلاح من ظلم الملتزمين في جمع الضرائب. فطبعا تدهورت الزراعة فين؟ في مصر. عشان كده بقول لك عليه ملتزم. ليه ملتزم؟ لأن هو ملزم يجيب الحاجة من مين؟ من الفلاح. ملزم يجيب الفلوس من الفلاح ويوديها لمين؟ للحكومة. فلما اجي اقول لك بما تفسر
تدهور الزراعة في مصر في العصر العثماني بسبب معاناة الفلاح من كثرة الضرائب وظلم الملتزمين في جمعه. تاني حاجة إهمال الحكام طبعا لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. محدش بقى مهتم ولا أعمل لك ترع عشان أوصل لك المية، أعمل لك سدود، أحفر لك مش عارف إيه الكلام ده كله، فطبعا باظت الزراعة، فبالتالي هتبوظ الصناعة. بما تفسر تدهور الصناعة في مصر في العصر العثماني. ليه تدهورت الصناعة؟ أول حاجة بسبب تدهور الزراعة. تاني حاجة إرسال السلطان سليم الأول الصناع المهرة، يعني أفضل الصناع أرسلهم إلى مدينة اسمها مدينة الأستانة. مدينة الأستانة. إيه مدينة الأستانة دي؟ هي عاصمة الدولة العثمانية. ما نتيجة تدهور الصناعة في مصر في العصر العثماني أصبحت الصناعات المصرية رديئة. التجارة، تدهورت التجارة. طبعا ما عنديش زراعة، ما عنديش صناعة، فتدهورت التجارة. بما تفسر تدهور التجارة الداخلية. أنا عندي لما أتكلم على التجارة لازم أقول اتنين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. تدهور التجارة الداخلية في مصر في العصر العثماني بسبب تدهور الزراعة والصناعة، افتقاد الأمن. مفيش أمن وأمان. الناس لما كانت بتطلع بالبضائع بتاعتها علشان تروح تبيعها في أي محافظة تانية كانوا يطلعوا عليهم قطاع الطرق ياخدوها منهم. عدم الاهتمام بطرق التجارة البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء. أهي يطلعوا بدو الصحراء ياخدوا البضائع من مين؟ من الناس. طيب لما اجي اتكلم بقى عن التجارة الخارجية بما تفسر تدهور التجارة الخارجية في مصر في العصر العثماني. أول حاجة أقولها لك بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. ايه ده يا مستر؟ ده كان ايام المماليك، ما هو برضو اثر على الدولة العثمانية. يبقى لما اجي اقول لك تدهور التجارة الخارجية بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء الصالح، او بنقول الكشوف الجغرافية عادي. تاني حاجة يعني ادت لتدهور التجارة دي منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية. لمين؟ للدول الأوروبية. طب يعني إيه امتيازات أجنبية؟ كلمة امتيازات أجنبية هي تسهيلات كانت تمنحها الدولة العثمانية للأجانب في مصر. يعني مثلا تعالوا يا عثمانيين، تعالوا يا أجانب، اعملوا أي حاجة، افتحوا شركة، بيعوا، اعملوا أي حاجة. دي كلها اسمها تسهيلات. فكانت التسهيلات أو الامتيازات دي كلها أدت إلى تدهور التجارة الخارجية. بقوا هم بالبلدي كده اللي بيعرضوا المنتجات بتاعتهم ويجيبوا الحاجة بتاعتهم والكلام ده كله، وإحنا ولا لينا في أي حاجة. الحالة الاجتماعية. المجتمع المصري، كان المجتمع المصري في هذا الوقت منقسم إلى طبقتين: طبقة حاكمة وطبقة محكومة. يا طبقة فوق خالص يا طبقة تحت خالص، طبقة ميتة خالص. طبقة الحكام، دي طبعا الطبقة العليا الحاكمة، تكونت من الأتراك والمماليك ولها كافة السلطات، تمتعت بكل الرفاهية ولها كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش. أما طبقة المحكومين، طبقة المحكومين دي بقى كان فيها طبقتين: طبقة لسه بتشم نفسها يعني، وطبقة يا عيني ماتت خالص.
طبقة المحكومين دي انقسمت إلى طبقة وسطى وطبقة دنيا. طبقة وسطى من المشايخ وعلماء الأزهر وكبار التجار، وطبقة دنيا وهم طبعا الأكثرية من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. أحوالها عانت من الفقر والجهل والظلم وتفشي الأوبئة والأمراض. طيب لما نيجي نتكلم عن الحياة الفكرية والثقافية من قبل ما أبدأ أي حاجة، تدهورت. بما تفسر اتسمت الحياة الفكرية والثقافية أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. الحياة الفكرية بتاعتنا والثقافة والتعليم والكلام ده كله اتسمت عندنا بالجمود. عارفة يعني ايه جمود؟ يعني أنا سايب حاجة ما بتتحركش، مفيش أي ابتكار، مفيش اختراع، مفيش أي حاجة. اتسمت بالجمود والتخلف. ليه؟ بسبب العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. الدولة العثمانية كانت معيشانا كده في عزلة تماما عن العالم، في أوضة كده ما بنخرجش منها، ما نعرفش إيه اللي بيدور حوالينا. نتيجة تدهور الحالة الفكرية والثقافية في مصر في العصر العثماني اهتزت مكانة الأزهر العلمية. الأزهر الشريف اللي كانت طلاب العالم كله الإسلامي بيجي عشان يتعلموا منه، اهتزت المكانة بتاعته، واقتصر التعليم فيه على الفقه والتشريع. دروس الفقه والتشريع هي دروس دينية، يبقى أنا بروح الأزهر بس أتعلم دروس دينية فقط، ما بعملش حاجة تاني. تدهورت. طب هو كان في إيه تاني؟ لا، ده كان في علوم ورياضيات وحاجات كتير جدا، فطبعا كل ده أهملوها العثمانيين واقتصروا على العلوم الدينية بس. تاني حاجة من النتائج المترتبة على الحالة الفكرية والثقافية، تدهور الحياة الأدبية. مفيش بقى كتابات ومؤلفات جديدة والكلام ده كله، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية. تالت حاجة، انتشر الدجل والشعوذة والخرافات والجهل. بقت الناس تصدق أي حاجة بتحصل، بقت الناس تمشي ورا أي كلام أي حد. كده احنا خلصنا أول درس، يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.